حبايب قلبي وحشوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. النهارده بقى ان شاء الله فيديو جديد وروتين جديد باذن الله. النهارده بقى ايه، قلت كده اعمل كده حاجه خفيفه معاكم طبعا. اول حاجه قلت كده اغسل مواعين عشان ايه، يعني عايزه اخلص المطبخ اول حاجه الاول في البيت عشان تبقى الدنيا كده رايقه وحلوه ان شاء الله. فهنا بقى ايه، كنت بغسل كده المواعين كده زي ما انتوا شايفين. قلت ايه بقى اخلصهم كده الاول ايه عشان اشوف بقى إيه باقي الحاجات اللي ورايا وكده، واشوف ايه اللي ناقصني تاني يعني واعمله. فهنا بقى ايه كنت بعمل كده زي ما انتوا شايفين كده المواعين. قلت بقى إيه اخلصها كده ايه عشان ما يبقاش ايه ورايا حاجه. قلت بقى اغسلهم كده كلهم الاول، بعد كده ايه اشطفهم كلهم ورا بعض. طبعا كل واحد بقى ايه بيشوف ايه اللي وراه يعني. كل يوم كده ان شاء الله تشوفوا ايه اللي ناقصكم، ايه الحاجات اللي في البيت ناقصه المفروض تتعمل، ايه الحاجات اللي محتاجه تتعمل واحنا لسه مثلا ما عملناهاش كده نعملوها. بس فهنا بقى ايه قلت اغسل المواعين الاول. وانا كان عندي حافظه، الحافظه اللي انا كنت حاطاها في اوضه المعيشه ديت كانت عايزه تتغسل. فانا لما غسلت معاكم امبارح السجاده الطويله ديت اللي فروها كده بيبقى عالي. بعد ما اشتريتها انا نقعت التانية بقى، نقعت الحافظه دي قلت انقعها لحد بكره عشان ايه اغسلها معاكم ان شاء الله. فانا بقى إيه بعد ما خلصت السجاده اللي انا عملتها طويله، المشايه الطويله دي، قلت بقى ايه هغسل بقى التانية الصبح ان شاء الله. يبقى ايه كده روتين جديد يعني، عشان بدل ما الواحد يعمل كل حاجة في يوم واحد بيتعب، يعني الواحد بيتعب لما بيعمل كذا حاجة مع بعض. فقلت ايه نعمله كده ايه حاجة حاجة يعني ان شاء الله مع بعض. هنا بقى ايه كنت بشطف كده في الحاجات وبظبطها. فقلت ايه بقى اخلص بقى ايه كده المواعين الاول وايه. فهنا بقى كنت بشطف المعالق والطاسة كده، قلت اخلص المطبخ الاول عشان تبقى الدنيا رايقة. انا بقى كنت بشطفهم كده وقلت ايه اخلصه وبعد كده ادخل ايه اغسل الحافظة اللي جوه. زي ما انتوا شايفين كده ايه كنت بخلصها بقى ايه كده عشان ايه ما يبقاش ورايا حاجة. انا بقى ايه كنت مسحت البوتاجاز عشان ما بقاش ورايا حاجه، وبقى كده انا ايه خلصت كل الحاجات اللي عليا. البوتاجاز بقى كده مسحته وظبطته، ورحت كنست الارض برضو. هنا بقى غسلت الرخامه ومسحتها بقى كده ايه عشان يبقى خلصت انا بقى كده اللي ورايا. ممكن كل يوم مثلا نعمله حاجه في البيت. مثلا يعني احنا بنروقوا البيت كل يوم. ممكن مثلا يوم ناخده التلاجة ننضفها في يوم، ماشي. يوم مثلا عندنا في سجادة عايز تتغسل، ممكن ناخده سجادة نغسلها مثلا جنب بقية الحاجات التانية. مثلا انتي لسه هتعملي غدا، هتقعدي تذاكري الولاد، في ولاد هتوديهم درس او حاجة كده، يعني انتي بتعملي كذا حاجة في اليوم. هنا بقى ايه كنت خلصت الحوض كده وغسلته كده، انا كنت خلصت بقى المطبخ خالص خلاص. وقلت بقى كده هشطف الحوض وخلاص، ما وراش كده بقى ايه الحمد لله. احنا هنا كمان على فكرة ما كنتش لسه اصلا فطرنا. انا قلت ايه اخلصه كده الاول واخلص الحافظة ديت، وبعد كده بقى ايه بحضر لهم فطار يعني. فهنا بقى ايه كنت بخلص كده ايه عشان تبقى الدنيا رايقة عليا كده ايه، وتبقى الدنيا تمام يعني ان شاء الله. بس هنا بقى ايه خلصت كده الحوض الحمد لله.
ما بقاش في حاجة الحمد لله. لو وصلتوا بقى لحد هنا كده بالله عليكم ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك للقناة. ويا رب، واتمنى والله ان انا يعني يكون اللي انا بقدمه دوت حاجة تعجبكم وتفيدكم ان شاء الله يعني. وطبعا كلكم ما شاء الله عليكم، كلكم بتعملوا احسن حاجة، كلكم بتنظفوا، كلكم بتعملوا كل حاجة، بس انا ايه يعني بشارككم يومي عامل ازاي يعني كده ان شاء الله. بس انا هنا كنت خلصت المطبخ خالص، ما بقاش في حاجة. يعني مثلا في يوم هنا بقى ايه كنت حطيت كلور ومسحوق وصابون سايل عشان هغسل الحافظة بقى. عايزة اقولكوا هي كده كانت نضيفة، بس برضو لازم تتغسل بالفرشة. يعني لازم تتغسل بالفرشة. عايزة اقولكوا ان هي بقت منورة بعد ما خلصتها، بقت منورة وجميلة. وحتة ان انتي تنقعي الحاجة في البانيو، ايا كان بقى، تنقعي بطاطين، تنقعي سجاد، تنقعي حافظات، اي حاجة. النقيع دوت بتخلي المية تبوش السجاد وكده، فبتخليه ينزل اي حاجة فيه، حاجة بقى عصير مكبوب من العيال، التراب، بس بيبقى ساعات فيه تراب، اي حاجة بيبوش الحاجات اللي فيه بقى، فبيبقى سهل وخفيف معاكي وانتي بتغسليه. هنا بعد ما غسلت الجنب اللي فوق ده كله، بقيت بقى اتني، وعشان عايزه اغسل بقى الجنب ده كده زي ما انتوا شايفين اهو. بقيت عماله بقى ايه كده اشطف واعمل اشطف واعمل. ايوه بس اهو كده بقى كنت بخلصها. ربنا يديكم الصحه جميعا يا رب، ويرزقكم يا رب بكل حاجه بتتمنوها يا رب بحق جه النبي، ويرزقنا جميعا يا رب. ربنا يرزقنا جميعا يا رب بكل خير يا رب، ويرزقنا برزق ولادنا. هنا بقى ايه كنت كده بغسلها يعني ما خدتش معايا وقت على فكرة يعني. يعني قولي كده مثلا ربع ساعة ولا حاجة كده كنت خلصتها، لان هي اصلا نضيفة. هي من مطرح ما انا نقعتها ما بقت مش مبهدلة يعني اقصد. والواحد برضو بيتعلم يعني، بيتعلم من اللي حواليه وبيعرف حاجات جديدة وكده. هو يعني كلنا بناخد فكرة من بعض، وكلنا بنتعلم من بعض. هنا بقى ايه كنت بخلصها كده خالص اهوت. عايزه اقولكم ان انا فرحت ان انا عملتها، عشان دي تقيله غير الحفظات التانية اللي عندي. دي من تحت تحسيها شبه السجاده شويه، وتقيله تقيله عن التانيين كمان. هنا بقى ايه كنت بعملها الجنب التاني ده كمان، عشان ايه يبقى نضيف يعني وكده. هنا بقى ايه بدأت اشطفها كده، بصوا بقت بتبرق ازاي، بقت شكلها جميل اصلا يعني شكلها حلو اهو. هنا بقى بصوا بقت بتلمع وبقى شكلها حلو قوي الحمد لله اهو. بقيت بقى ايه عماله اشطف كده ايه واظبط كده يعني الحمد لله. ربنا يديم عليكم ستر ونعم يا رب كده، ويرزقكم بكل حاجه بتتمنوها، ويصلح حالكم وحالي يا رب بحق جه النبي. ربنا يصلح حالنا جميعا. وربنا يا رب يصلح حال المسلمين اجمعين يا رب. ربنا يصلح حالنا جميعا بحق جه النبي، ويصلح حال امه محمد. هنا بقى ايه كنت خلاص يعني انا بشطفها كده خلاص. وبصراحة بقى ايه ما جبتش اللقطة دي. انا بعد ما شطفتها كده خالص وتنيتها بقى خلاص، وقفت عليها برجليا بقى ايه بقت تنزل المية اللي لسه فيها، عشان انا هاخدها دلوقتي واحطها على البانيو تتصفى بقى خالص، تنزل كل المية اللي فيها عشان هطلعها على السطح تتنشر. فهنا بقى ايه كنت يعني بخلصها وكده. ما خدتش معايا وقت خالص والله الحمد لله يعني الحمد لله. زي ما انتوا شايفين كده
ربنا يرزقكم يا رب بكل حاجة بتتمنوها. ويا رب اللي هيشوف الفيديو لحد هنا ربنا يا رب يرزقك بكل حاجة بتتمناها. بس بعد اذنكم يعني تعملوا لي لايك على الفيديو واشتراك في القناة بعد اذنكم يعني. ويا رب يا رب اللي بقدمه يبقى يعني يعجبكم ويخليكم تتشجعوا وتعملوا. طبعا ساعات الواحد بيبقى مكسل وانا واحدة منكم والله، اوقات ببقى مكسلة، ببقى مش عايزة اعمل حاجة، بس احنا بنشجع بعض يعني. وكلكم يعني ما شاء الله عليكم، ربنا يديكم الصحة والعافية يا رب ويخلي لكم ولادكم. هنا بقى ايه ال الحنفيات هنا عندي انا، الخلاطات دي انا بمسكها بغسلها بالسبونشة كده، بتلمع، بخليها بتلمع برضو. لما دي بتتغسل على طول بتنور في الحمام، بتدي لمعة حلوة كده مطرح بقى الصابون وكده. يعني لما تسيبيها مطرح الصابون وكده الشامبو والكلام ده بينزل عليها، بيخليها تجير كده، تبقى مجيرة. فايه رحت بقى ده غسلت الحوض وغسلت البانيو وغسلت التويلت اعزكم الله. النمر بقى ده ولا ايه ده بيسلم عليكم. وكنت عملت شاي بلبن، كناش لسه اصلا فطرنا. هنا بقى ايه كنت وقفت بقى ايه حمر بطاطس. كنت هحمر بطاطس واعمل شكشوكة او عجة بيض، كل واحد بقى يقول حسب ما في بلده يعني. فانا بقى ايه قلت كده اكلة كده خفيفة وسريعة وطعمها زي العسل. بصوا انا كده شطفت هو هحمرها ماشي. انا بقى بحمر في عين البطاطس، وهنا بخرط بصل وقرن فلفل اخضر عشان عشان التقلية بتاعت العجة تمام. وقطعت بتنجانتين كبار، عملتهم صوابع كده تخينة، وحطيت عليهم حبة ملح وسبتهم ينزلوا المية بتاعتهم ماشي. وقمت بعد كده بقى شطفتهم، ورحت جايبه حبه دقيق عليهم حبه نشا، عليهم شطه وكمون وكزبره اللي انتوا عايزينه. الحاجات دي بقى بتحبش البتنجان وبتخليه طعمه حلو. وقلبت ده كله في بعضه، وبعد كده حمرته في الزيت. والله والله اقسم لكم بالله كان طعمه تحفه. والله على فكره انا عمري ما هعمل حاجه وتطلع وحشه واقول لكم ان هي حلوه. لو حاجة مش حلوة اقول لكم والله مش حلوة، بس والله كان طعمها زي العسل، والله الاكل كان زي العسل. ربنا يا رب يديم النعمة دي علينا يا رب ويحفظها من الزوال، فضل وعدل من عنده. وطبعا احنا مش كل يوم بقى يعني، مثلا مرة فراخ، مرة نعمله مثلا مثلا عجة وبطاطس وكلام من ده. يوم مثلا تعملي كشري مصري. يعني ايه كده يعني، كل واحد على حسب امكانياته ومادياته يعمل. كل واحد دي حاجة بقى دي، كل واحد حسب ما هو عايز يعني. هنا بقى ايه حطيت بقى الكمون كزبرة حبة ملح حبة شطة. هنا بقى كنت خلصت العجة كنت خلصتها. هنا بقى كن البتنجان بيتقلى، وطلعت البطاطس كمان كده كل عين عليها حاجة. وقشرت خيار برضو عملته شرايح.